ده كان ماتش مهم ب2.5 مليون دولار، وداخل على ماتش العين، وداخل على ماتشات مهمة، وماتشات السوبر المصري، وفي شهر 12 هتبقى نص نهائي انتركونتيننتال لو وصلت وفزت على العين إن شاء الله. فدي كلها كانت أنت أولى إنك تفيد فريق كرة القدم. يعني بدل ما أنت الكرة النسائية صرفت عليها ومحترفين وبتاع، هل هتجيب لك نفس القيمة التسويقية لفريق كرة القدم؟ هو ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني، نادي الزمالك صارف أكتر من 6 مليون دولار في إيه؟ في مشاكله، يعني ما جابش بيهم لعيبة. لا، وغير كده راح اشترى لعيبة، ومشتري لعيبة تحت السن، لعيب من الدوري البرتغالي، ولاعيب هيجيبه من الدوري الإنجليزي اللي هو عنده 27 سنة ده. صح، هو عنده مشاكل ان هو ليه سنتين ما بيلعبش، بس برضه هو نادي الزمالك مسكن المحترفين بتاعه. وانت النادي الاهلي، طب انت النادي الاهلي اللي بتفوز بالبطولات ومعاك عقود رعايه، مش قادر تبقى زي نادي الزمالك؟ طب فلوس البطولات، او فلوس عقود